هل كابتن حسام حسن هيقدر يجاري منتخب كوت ديفوار بطريقة اللعب الدفاعي؟ مبدئيا كده لو حسام حسن بدأ على اللعب الدفاعي هيبقى عليه العوض في منتخب مصر ومش هيكمل البطولة. عندنا مشكلة في خط النص لمنتخب مصر، وعندنا مشكلة كبيرة في خط الدفاع لمنتخب مصر. منتخب مصر مش بيعتمد غير على اللعب الفردي وعلى حراسة المرمى، والاتنين المحترفين اللي عنده اللي هم دايما ثابتين في التشكيل. فأتمنى من كابتن حسام حسن ان هو يستغل افضل جناحين على مستوى العالم، محمد صلاح، عمر مرموش، يبدأ بمصطفى محمد اللي بيربك اي دفاع وبيفكك اي دفاع وبيضغط على خطوط الدفاع. ونص الملعب يحط لاعب بيعرف يستحوذ على الكوره ولاعب يعرف يستخلص كوره ويبني هجمات. مين اللاعب الموجود حاليا في منتخب مصر اللي يقدر يعمل الكلام ده؟ هو امام عاشور. ورا في خط النص الدفاعي يكون حمدي فتحي ومحمد شحاته، دول بيعرفوا يستخلصوا الكوره دفاعيا، فهيساعدوا امام عاشور ان هو يبني هجمات وينقل الكوره من تلت الدفاع لمنتخب مصر او من نص ملعب منتخب مصر لنص ملعب كوت ديفوار. ويا ريت نحاول نهتم بالضربات الثابته كويس في المباراه دي، لان احنا عندنا لعيبه في الالتحامات الهوائيه كويسه وبتعرف تلعب براسها في الضربات الثابته، فنحاول نلعب على النقطه دي.